السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني من جوه مصر وخارج مصر. أتمنى يا رب تكونوا حضراتكم كلكم بصحة وسعادة. عايزين نشوف بقى الصينية العظمة الجميلة اللي قدامنا دي، صينية مكرونة بالبشاميل. هنشوفها اتعملت ازاي، وحاجات بسيطة وبتركات بسيطة في البشاميل عشان البشاميل يظبط معاكي ويطلع جميل ان شاء الله بإذن الله. هنشوف الحاجات دي كلها عملناها ازاي، وبحاجات بسيطة وسهلة ومش معقدة. يعني الكل بيقول ايه البشاميل مش بيظبط معايا. هندخل على المطبخ ونشوف المقادير بتاعتنا. هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سلقت المكرونة ودلوقتي هعمل اللحمة المفرومة. عندي بوريكم بقى قطعتين من اللية، حطيت معاهم معلقة سمنة. حتة الدهن دي بتبقى بتدي طعم جميل. وعندي نص كيلو من اللحمة المفرومة حطيتها على اللية، وابدأ اديها كده كام تقليبة. زي ما احنا شايفين اهو كده خلاص. جابت المية بتاعتها وشربتها. احط البصل، عندي بصلتين، حابة تحط بصلاية حط. هي البصل لما بيبقى في اللحمة المفرومة كتير بيديها طعم جميل. هنحط الملح والفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي طماطمية مبشورة وشوية بابريكا عليها. يعني طماطمية حلوة بتديها لون جميل كده. حابة ان انت تحطي ممكن معاها عودين بقدونس في الاخر، حطي برضو بتبقى بتدي طعم جميل. خلاص كده بقى خلاص كده وصلت للاخر. خلاص سبكت. هروح طفي عليه. هنا بقى البشاميل انا حطيت سمنة وحطيت قولي 4 معالق. يعني انا ما بعايرش يعني. 4 معالق من الدقيق، وبتن اقلبه. الدقيق لازم يكون سايح كده في السمنة، مش مكلكع زي ما احنا شايفين اهو. شايفين الدقيق سايح خالص في قلب السمنة. هبدأ بقى انزل باللبن بتاعنا. بسم الله. واقلبه كويس جدا. وبرضه هحط عليه ملح وفلفل. معلش الحتة دي ما كانتش اتسورت. هنا خلاص البشاميل بتاعنا بيبقى زي المهلبية، بس مش المهلبية التقيلة. هشوف السمك بتاعه دلوقتي اهو. شايفين مهلبية بس سايلة مش ماسكة قوي. نجيب الصينية واحط فيها معلقة سمنة وادهنها. امشي على الطريقة دي لأول مرة تدخل في المطبخ وتعمل مكرونة بالبشاميل، هتلاقي المكرونة معاكي زي الفل. دهنا الصينية وجبت المكرونة. هحط فيها كام معلقة كبشة كده يعني كبيرة من البشاميل. واقلبها اهو كده. انا ماشية معاك خطوة بخطوة عشان المكرونة بالبشاميل تظبط معاك. واللي ما حطش اللايك يحط اللايك، واللي حابب يشترك في القناة وعجبه المحتوى بتاعي يشترك. وجزاكم الله خيرا.
حطيت هنا بيضة واحدة على في قلب البشاميل وأقلبها بسرعة. أنا ما بحبش أحط البيض فوق البشاميل في الصينية من فوق، بحب أحط البشاميل في قلب وطبعا أنا كنت حطيت في قلب الصينية، حطيت في الصينية بشاميل، وبعدين حطيت المكرونة، يبقى في الصينية من تحت خالص حطيت بشاميل، طبقة بشاميل، وبعدين حطيت المكرونة، وبعدين هنزل باللحمة المفرومة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. وبعدين هنزل برضو بكم معلقة بشاميل. امشي على الخطوات دي هتبص تلاقي يطلع معاكي المكرونة صينية مكرونة تحفة، كل اللي بياكلها بيشكر فيه. هنزل بقى بالنص التاني من المكرونة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين اصب بقى البشاميل كلها اللي انا حاطه في قلبها بيضه، اصب البشاميل كلها واسويها كده. وبعدين جبت معلقه سمنه وحطيت عليها شويه لبن ودعكتهم كويس جدا، بيديها ريحه كده زي زي طعم السمنه البلدي. عندك سمنه بلدي حطي، انا ما بحبش احط فوق الوش بيضه، بحب احط السمنه. وهنا في قلب الفرن هتطلع بقى واوريها لكم. ايه رأيكم بقى في الجمال والعظمة دي؟ يستاهل بقكم. شايفين هي لسه خارجة من الفرن، طبعا سخنة جدا، مش هقدر بستنى عليها لما تهدى خالص، وبعدين ابدأ اقطع. واقول لكم اترككم في رعاية الله وامن وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.